السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى دام دخلت الفيديو دوت يبقى انت عندك مشكلة، وهو التفكير المفرط. التفكير الزايد بجد بجد بقى اصعب من ادمان عصير القصب. لا، عصير القصب يا جماعة بجد بضحك. اديني شاي ام حسن الله لا يسيئك. شاي ايه؟ ام حسن. التفكير المفرط بقى ادمان ومواكب العصر. هنعرف المزيد عنه وهنعرف كل حاجة عنه. يلا بقى تابعوني واشتركوا في القناة، يلا بينا. عقل الإنسان بجد بجد عمره ما بيقف 5 ثواني على بعض بدون تفكير، وديت الفطرة اللي ربنا عز وجل خلقنا بيها. لازم نفكر، بس التفكير المفرط بيخلي الواحد يتعب، بيخلي الواحد مش قادر أصلا ينتج ولا قادر إن هو يتحرك خطوة لقدام. وسبب التفكير المفرط أنت شخص شايل ذكريات كبيرة، بقيت بتفكر في الحاضر والماضي ودلوقتي والمستقبل والفلوس. واحنا بقينا شباب التفكير المفرط دوت مرض العصر. ما بقاش ادمان المخدرات هي الوحيدة كإدمان، لا بقى في إدمان حاجات كتير، منهم الموبايل ومنهم التفكير المفرط. لازم تفكر، وعمال تفكر روح يمين في شمال، بتاخد قرار وترجع عكس القرار تاني، بتمشي خطوة وترجع ورا 100. للأسف بقت مرض وبقى أمر منتشر، لابد نوقفه ونقول له وقف. لازم بقى نشوف له حلول ونشوف له نتائج سريعة، نشوف له حلول نتائج سريعة. هنبدأ إن احنا بجد نصفي ذهننا. خلاص اللي راح راح، واللي جاي بتاع ربنا، مش هتفرق كتير، واللي حصل بيحصل، مش فارقة. لا انت بقى شايل موقف ايه؟ حصل موقف وانت سايق العربية، واحد زن عليك فانت بتفتكر اللي حصل واصلا الموضوع مشي. واحد تاني والله انا كنت ياه لو كنت ارجع بقى ايه، كنت ماسك في الشخص دوت، يا ريت كنت ارجع اضربه واقول له كلام وهو اصلا صالحك. انت عايز ترجع وخلاص، بلاش ترجع للماضي. انسى، انسى يا عربي، بجد انسى. وانا عايز انسى، نفسي انسى يا رب، يا رب نسيني زي ما انت تنسى ان شاء الله. لابد نفرغ دماغنا. بكل بساطة التفكير المفرط بيجي لأن دماغ البشرية ما بتحبش تكون في فراغ. يعني ايه فراغ؟ يعني ببساطة ما بتحبش تركن. بتفكر وانت رايح تنام، بتفكر وانت بتقضي حاجتك، وانت في الحمام بتفكر. بقول لك ده منبع الأفكار. فضي دماغك شوية، سيبها لله، سيب كل حاجة تحصل لله سبحانه وتعالى. فضي دماغك، اشغلها بما ينفعها. العب رياضة، اقرأ قرآن، صلي، يعني نظف الهارد اللي جوه، نظفه، اعمل له فورميت كده. اعمل له فورميت ليه؟ لانك بجد بجد لو مشيت على امر انك كل شويه تفكر انت تتعب نفسيا اكتر ما انت اصلا ممكن تكون مصاب نفسيا بسبب التفكير المفرط. يبقى حلولنا ان احنا نفرغ دماغنا، نشغل عقلنا بحاجه تنفعنا، نشغل وقتنا برياضه، نشغل وقتنا بعمل. ما نفكرش في اللي راح، سواء مثلا كنت خاطب وسبتها، سواء كنت معاك فلوس وراحت منك. اللي راح بيتعوض، والله والله العظيم اللي راح بيتعوض ان شاء الله تعالى. مادام ربنا هو اللي عمل كده يبقى ان شاء الله ما تيأس، معاك ربنا كريم. لازم تيقن ان ربنا عز وجل مش هينساك. وتفضي دماغك بقى يا برنس، وتفكر تعمل حاجه تفيدك. خلي التفكير الزايد دوت تشغله في مشروعك اللي انت تعمله. افتح محل بطاطس واشتغل فيه، بجد هينفع. افتح اي حاجه يا عم، افتح، هات لك توك توك واشتغل عليه، هات لك اي حاجه. المهم ما تفكرش كتير وسيبها لله. انا عن نفسي لما بفكر كتير بعمل ايه؟ بشغل القران واسمعه، بتدبر الايات، بسمع الايات كويس وبتدبرها، وبعرف الايات دي يعني بتقول ايه، بفسرها. طب الايات دي جميله، اشغل بالي بقى في الايات واسمع القران علشان اسيب التفكير اللي هو حصل. ما هو التفكير ده احنا يا جماعه ما نعرفش نوقفه، سواء كان حد مات ربنا يرحم الجميع، سواء سبت علاقه، خسرت فلوس، خسرت وظيفه، خسرت اي شيء في الكون، انت عمال تفكر. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت لو ربنا عز وجل ما انزلش فينا صيغه التفكير، وان احنا نفكر في اللي ماضي، احنا مش هنكون افضل في المستقبل. يعني ايه؟ على قد ما التفكير المفرط مفيد، على قد طبعا ما هو مضر. زي احنا دلوقتي لو كونه مفيد، احنا بنفكر في الماضي، عملنا اخطاء وعملنا وعملنا وعملنا، نحسنها في الحاضر او في المستقبل. كذلك هو
مضر لانه بيشغل البال وما بيخليش اصلا في مجهود انك تبذل اي طاقه او تعمل اي عمل، لان اصلا انت تعبت من التفكير. خلاص انا اخش انام، مفيش تفكير. انت بتفكر وانت قبل ما بتصحى بتفكر، تحلم ثم بتصحى تفكر هتعمل ايه النهارده، وبعدين تاكل ايه ومش عارف ايه وهتروح فين ومين اللي عمل ومين اللي حصل. فضي دماغك شويه، ما تخليش كل حاجه تاخد مساحه في حياتك وفي قلبك وفي عقلك. خليك راجل برنس، سيبها على الله، توكل على الله دايما وما تفكرش كتير. وبجد بجد ربنا عز وجل زرع فينا غريزة النسيان، لأن بدون النسيان إحنا كنا متنا. لو مثلا واحد مات، أنت لو مشكلة النسيان دي مش عندنا، بجد بجد إحنا هنتذكر إن هو مات دلوقتي ونحزن وقت ما كنا حزنانين عليه وقت ما كان هو متوفي. على فكرة التفكير المفرط ده كمان بيجي من ضعف الإيمان. احنا ضعاف الإيمان، لذلك احنا بنفكر كتير علشان احنا أصلا بقينا صلتنا بربنا بقت ضعيفة، ومش عاملين حسابنا إن كل شيء بيحصل في الكون ده من تدابير الرحمن. سيبها على الله يا صاحبي وإن شاء الله محلولة. لو الفيديو أفادكم، عارف إن هو محتوى صغير ودوت إن شاء الله البداية، إن شاء الله تعجبكم وهبدأ في سلسلة كويسة من الأمر دوت. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك الجميل كده، وقولوا لي انتم بتفكروا في ايه وقت فراغكم في التعليقات. والسلام الله عليكم، اشوفكم بخير، اتمنى لكم وقت سعيد واتمنى لكم وقت فراغ يكون مناسب في اعمال كويسة، وسلام الله عليكم.